قبل ما يقرب من 4 سنوات عين رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بقرار جمهوري من الرئيس المعزول محمد مرسي. تصريحاته أثارت جدلا منذ توليه أكبر جهاز رقابي في مصر. إنه المستشار هشام جنينة صاحب التصريح الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية. تصريح هشام جنينة الذي قال فيه إن حجم الفساد في مصر يصل إلى 600 مليار جنيه كلف بناء عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسؤولين بوزارة العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. قدمت اللجنة تقريرا يفيد أن بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية وأضرت بالاقتصاد القومي. وأمس أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع المستشار هشام جنينة حول تصريحاته عن الفساد، وهو ما نفاه محامي جنينة لمساء القاهرة أمس، ونفى أيضا الاتجاه إلى إصدار قرار بإقالة هشام جنينة. المستشار هشام جنينة لم يستدعى ولم يمثل أمام أي جهة تحقيق ولم يوجه إليه أي اتهام، والبيان اللي أنا شفته الناس بعته لي على الواتساب بمعرفة اليوم السابع بينقل ليس ممهورا بتوقيع نيابة أمن الدولة ولا عليه ختم ولا عليه بادج. خدت بالك إن احنا نقدر نسنده لأي جهة. ولم تمر ساعات قليلة حتى صدر قرار بإعفاء جنينة من منصبه. إقالة جنينة من منصبه جاءت بعد موافقة مجلس النواب على قانون يمنح رئيس الجمهورية حق إقالة رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة. اهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهره. ومن فتره واحنا شايفين تحركات على اعلى مستوى من اجل التعامل مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق. مره بيتم تعيين 2 نواب ليه، مرة أخرى بيتم إصدار قرار جمهوري بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية في حالة الإضرار بالأمن القومي المصري. في مساء القاهرة أمس تم إصدار في مساء أمس تم إصدار قرار جمهوري يقضي بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه مع تكليف المستشار هشام بدوي قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. القرار ده أثار الكثير من علامات الاستفهام. هل هذا قرار دستوري أم أن ما قيل عن استدعاء هشام جنينة للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا بسبب تصريحاته غير المنطقية، خاصة فيما يتعلق بحجم الفساد في مصر وحجم الأموال المهدرة؟ أسئلة كتيرة جدا هطرحها على ضيوفي الكرام اللي منوريني في استوديو مساء القاهرة. الأستاذ طارق محمود صاحب بلاغات عديدة تتهم هشام جنينة بالخيانة العظمى. أهلا بحضرتك، نورنا يا أستاذ طارق. أستاذ عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات. أهلا بحضرتك، منورنا في مساء القاهرة. ومعي أيضا أستاذ حاتم عبد العظيم عضو هيئة الدفاع عن هشام جنينة. أهلا بحضرتك. وأستاذ محمد رفعت عضو هيئة الدفاع عن هشام جنينة ورئيس حزب الوفاق القومي. أهلا بحضرتك، منورنا في مساء القاهرة. ويعني قرار بالأمس بإعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه وتعيين المستشار هشام بدوي قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. من هو المستشار هشام بدوي؟ المستشار هشام بدوي الذي صدر قرار بتعيينه قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة. عين محاميا عاما لنيابات أمن الدولة العليا في 2005 ومنها إلى القضاء رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة بعد ثورة 25 من يناير، حتى صدر قرار وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند بندبه مساعدا لإدارة مكافحة الفساد.
حقق المستشار هشام بدوي في قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها خيرت الشاطر وحسن مالك وجمعة أمين ومحمود عزت قيادات جماعة الإخوان، كما أشرف على تحقيقات قضايا الرأي العام المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية، كان من أبرزها قضية خلية حزب الله عام 2009 وقضية عبدة الشيطان وقضايا التجسس بعد ثورة 25 من يناير، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان المعروفة إعلاميا بجاسوس الاتصالات، وقضية الأردني بشار أبو زيد عام 2011. وعقب ثورة 25 من يناير تولى مسؤولية التحقيق في قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وقرر إحالة كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق إلى المحاكمة الجنائية في صفقات بيع وتصدير الغاز إلى إسرائيل، كما أحال رجل الأعمال أحمد عز في قضية غسيل أموال والاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وكافة رموز ووزراء نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفور تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، قرر إنهاء ندب المستشار هشام بدوي بنيابة أمن الدولة العليا ونقله إلى محكمة استئناف القاهرة. إذن هذا هو المستشار هشام بدوي القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة والذي تم إعفاؤه مساء أمس من منصبه. يعني خلونا نبدأ في الحوار من نقطة البداية، ولماذا قمتم برفع دعوى ضد هشام جنينة لدرجة اتهامه بالخيانة العظمى؟ شوف يا أستاذة إنجي، هو هشام جنينة أطلق تصريحاته ان حجم الفساد المالي في مصر في 2015 كان يوم 22/12 دون ان يقدم دليلا واحدا على وجود هذا الفساد او مستند واحد من خلال هذه التصريحات. التصريحات دي احنا في لقاء سابق قلنا ان هي كانت تعليمات صادره لي من التنظيم الدولي للاخوان، حضرتك اكدتي وانا قلت لك على مسؤوليتي. والتصريحات دي كان توقيتها في منتهى الخطوره، كان قبل شهر من 25 يناير والدعوات اللي اطلقها التنظيم الارهابي لاشعال الشارع المصري. ما قدمش اي دليل في هذه التصريحات ان في فساد بلغ 600 مليار، وهو في حقيقه الامر كان بيستهدف رئيس الجمهوريه، عايز يقول للشارع المصري ان في خلال 2015 ولا هو العام اللي تولى فيه السنة اللي تولى فيها الرئيس السيسي المسؤولية، حجم الفساد عندك كان 600 مليار. هو كده. بعد ما قال هذه التصريحات، المواقع الإخوانية وقيادات التنظيم الدولي الإخوان والقيادات الهاربة في الخارج أخذت هذا التصريح واشتغلت بيه قدام جميع المنظمات الدولية. وطبعا كان له خطوره بالغه على الاقتصاد القومي والامن القومي المصري. اما احنا لقينا ان هذا الكلام مرسل، وان هو هشام جنينة اصبح اداه منفذه لتعليمات التنظيم الدولي للاخوان، وان التوقيت الخطير والغريب اللي قال في هذه التصريحات، قدمت بلاغ تاني يوم 23/12 طالبته فيه بتقديم استدعاء وتقديم ما يفيد عن وجود فساد بهذا الرقم المرعب المريب المهول، اللي كده بيؤكد ان مصر اللي احنا عايشين فيها دي عايشه على بحجم الفساد على مدار سنه اللي هي 2015. تمام. يعني بلد ميزانيتها 854 مليار بيتصرف منها موارد محدده 70%، فنيجي نضرب تصريح كده، التصريح ده بيؤدي الى فزع المستثمرين اللي في الداخل، فبيسحبوا استثماراتهم من البلد وبيهربوا، بيؤدي الى احجام رؤوس الاموال الاجنبيه ان هي تجيلك طبعا، ان خايفه ان البلد فيها فساد بالرقم ده في سنه واحده. فهذا التصريح ادى الى
إضرار بالغ بالاقتصاد القومي والأمن القومي، إضافة إلى أن هذا التصريح أدى إلى تشويه سمعة مصر في المحافل الدولية وقدام الهيئات والمؤسسات الدولية والهيئات المانحة والهيئات اللي بتمولك. أنا عايز أسأل، إزاي هيئة هتمولك أو مؤسسة هتمولك إذا أنت جوه البلد في فساد ب 600 مليار؟ يعني مين أنهون جهة ممكن تمنحك تمويل لبعض المشروعات القومية مثلا؟ أقول لك لا، هذا التصريح الصادر من هشام جنينة كان متعمدا ويقصد به الإضرار بالاقتصاد القومي، وكان يفهم معناه جيدا. وبعدين دي من بعد ما قدمت البلاغ وفاجأ ان هو بيتراجع عن هذا التصريح. لا، ده انا كان قصدي. ايه كان قصدي؟ ده انت رئيس اكبر جهاز رقابي واخطر جهاز رقابي في مصر من 2012 ل 2015. عيب اما رئيس اخطر جهاز رقابي في مصر يقول انا كان قصدي. لا والله، ده انا ما عملتش الحسابات من عهد محمد مرسي. لا، هذا الكلام كان متعمد، وهو تعمد انه يطلقه في هذا التوقيت للاضرار بالبلد. طيب. واشعال الاضطرابات في الشارع. ما انت يوم ما تيجي قبل شهر من 25 يناير يا استاذه انجي وتضربي هذا التصريح، ايه ردود الفعل؟ ايه يعني؟ الناس هتتبسط؟ الناس لا، هيثير الراي العام. الراي العام هيتجاوب مع الدعوات الصادره من الجماعات الارهابيه والتنظيم الدولي بالتظاهر، هيثير الفتنه والاضطرابات. عشان كده اللي ارتكبه هشام جنينه في حق هذا الوطن ده بيمثل خيانه عظمى، وده اشد خطوره من الارهاب اللي بتواجهه الدوله المصريه. هو ارتكب جريمه في حق هذا الوطن ويجب ان يحاسب. استاذ عاصم، هل حضرتك مشترك مع استاذ طارق في وصف ما قام به هشام جنينه او التصريحات التي ادلى بها هشام جنينه انها خيانه عظمى؟ لا طبعا، انا بعترض على سيادته في كل ما قيل في هذا الشأن تماما. على الرغم من موقفي الثابت من المستشار هشام جنينه، الا ان انا بعترض على المستشار هشام جنينه من الناحيه الفنيه فقط، من إزاي؟ الناحيه الاداريه فقط، من ناحيه اداره منظومه العمل داخل الجهاز المركزي للمحاسبات فقط. لكنه لم يتعمد اصدار مثل هذه التصريحات أنا لا أدخل في من اجل هدف احداث بلبله. أنا لا أدخل في النوايا، هذه النوايا دي شأن آخر بالنسبة لي. أنا أتعامل مع المستند وأتعامل مع الواقع وأتعامل مع ما يدور في كواليس الرقابة في مصر وفي كواليس الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن. المستشار هشام جنينة أنا قلت إن هو أخطأ منذ بداية عمله في الجهاز المركزي للمحاسبات في إدارة العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات. أخطأ عندما خرج بتصريحات عنترية في للرأي العام دون أن يوثق هذه التصريحات بمستندات تؤيد وجهة النظر الذي تحدث عنه. أنا كنت مع المستشار هشام جنينة إذا خرج للرأي العام بتقارير موثقة وتقارير تفيد أن هناك فساد في جهات معينة، لأننا مؤمن بأن الرأي العام هو خير رادع للفساد وليس الجهات الأمنية وليس غيرها من الجهات الأخرى في مصر، لأن الرأي العام والمواطن المصري هو الذي يستطيع أن يقول أنا دخلي بيقل من الفساد القائم في الدولة، وبالتالي أنا هكون أول مدافع عن هشام جنينة في هذا المضمار. يبقى أنا موقفي من المستشار هشام جنينة موقف فني أو موقف إداري أو موقف تقني فقط. ايه الموقف التقني؟ ايه المشكلات الاداريه والفنيه والتقنيه التي تاخذها على المستشار يعني هشام جنينة؟ هنيجي في اداره المستشار هشام جنينة للجهاز المركزي للمحاسبات في فتره حكم الرئيس السابق محمد مرسي. تعمد المستشار هشام جنينة انه هو يتولى او يسلب الادارات المركزيه من بعض العاملين فيها في شكل لجان تخرج لفحص ما يطلبه الإخوان المسلمين أو رئاسة الجمهورية في شأن بعض الموضوعات. وخرجت هذه اللجان للعمل ولم يسفر عملها عن شيء
ده جانب. الجانب الآخر تأخر عمل البرنامج الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات هذه الفترة، وترتب عليها أن العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات لم يثمر شيئا في خلال أيضا هذه الفترة. هذا عمل إداري. عندما خرج المستشار هشام جنينة وذكر أن مصروفات رئاسة الجمهورية كانت 303 مليون جنيه في عهد الرئيس مرسي، وأن هذا المبلغ يزيد عن مبلغ العام الماضي ب 44 مليون جنيه، واعتبر أن هذا الرقم هو رقم يعني يترتب عليه أن حكم الإخوان في مصر كان فيه إهدار لمال عام. لما راجعنا هذه الأرقام لقينا أن هذا الرقم اللي هو ال 44 مليون جنيه هي المصروفات الحتمية الواجب زيادتها على مصروفات رئاسة الجمهورية في هذه الفترة، وبالتالي هو هنا ادى إبراء ذمة أو صك براءة لرئاسة الجمهورية في هذه الفترة، وليس يعني أسلوب لإدانة هذا الموضوع. إدارته داخل الجهاز المركزي للمحاسبات ترتب عليها أن وجود هناك نزاع داخلي داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، رأي مع ورأي ضد. خروج تصريحات المستشار هشام مع جنينة وضد هذه التصريحات، أيوة، ولا مع وضد طريقته الإدارية يعني والفنية؟ أنا بتكلم هنا إن أنا المفروض المنظومة دي منظومة عمل متكاملة بيترتب عليها تضافر الآراء وتضافر الجهود لإخراج تقرير يؤمن به المواطن المصري ويؤمن به مجلس النواب. التقرير اللي وصف بعد كده أنه غير دقيق. أنا هنا النقطة الثانية هو سوء اختيار أيضا لبعض الأشخاص في التعامل معه. وأنا هنا بتكلم، أنا الحقيقة بعاتب على الدولة في هذا الشأن، وقلت في هذا المضمار ان الجهاز المركزي للمحاسبات اولى بابنائه. يعني العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات هو عمل مالي، عمل محاسبي، عمل اداري، عمل قانون. ما ياتي من خارج الجهاز المركزي للمحاسبات ايا كانت هذه الشخصيه لها احترامها ووقارها وتقديرها، انما تفتقر الى العمل المالي والمحاسبي والإداري في هذا خاصة في ظل وجود كفاءات كبيرة جدا داخل الجهاز المركزي للمحاسبات. طب ليه بقى؟ ليه بيجي حد من خارج الجهاز المركزي للمحاسبات ليترأس جهازا خطيرا مثل هذا الجهاز؟ منصب سياسي في المقام الأول. ما احنا هنا بقى هنرجع نقول هو احنا نعين تكنوقراط ولا نعين حد؟ ما هو دي المشكلة. المشكلة هنا يعني ايه؟ يعني انا معلش افتح لي صدر الرؤية. يعني انا بتكلم على هنا ايه؟ الرئيس الاسبق للجهاز المركزي للمحاسبات وهو كان مستشار فاضلا خرج من الجهاز المركزي للمحاسبات في صورة غير كريمة، وتم تقصير القلل عليه اثناء خروجه هروبا من الباب الخلفي، وهو رجل مستشار وله قامة وقيمة في العمل القضائي. المستشار الآخر الذي حضر للجهاز المركزي للمحاسبات خرج أيضا هذا بالأمس خروجا غير كريما من الجهاز المركزي للمحاسبات. هناك مستشار آخر الآن موجود بالجهاز المركزي للمحاسبات وهو قيمة وقامة. أنا يعني أجل هذا المستشار، ولكني يعني أترفق به بالعمل الرقابي اللي احنا بنتكلم عليها، التي يحتاج إلى هذه التقنية وهذا العمل الفني البحت. لأن عمل الجهاز المركزي للمحاسبات ليس مهنة. وأنا طول عمري في عملي في ال40 سنة اللي قضيتها في الجهاز المركزي للمحاسبات بقول أن العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات ليس مهنة، وإنما هي حرفة. إن لم نتقنها وبنحبها مش هنستطيع. لازم يبقى حد من جوه الجهاز، يبقى لازم يكون حد من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات. لأن أنتوا بتسموه إيه كقضاة؟ بيسموا عضو الجهاز المركزي للمحاسبات قاضي المال. بمعنى آخر أنه يجب أن يتنزه هذا الشخص اللي موجود في العمل الرقابي جوه الجهاز المركزي للمحاسبات بمواصفات القاضي، بمعنى أنه يكتسب خبرة تراكمية طوال عمله بالجهاز المركزي للمحاسبات. هذه الخبرة يفتقرها من يأتي بالبرازيت من خارج الجهاز. راضون على تعيين المستشار هشام بدوي قائما بأعمال الجهاز رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؟ احنا النهارده يعني بموجب الدستور وبموجب لائحة مجلس النواب، يعني انت لو بصيتي للقرار اللي صادر في هذا الشأن يعني انه يتفق مع الدستور ويتفق مع القانون، بمعنى انه لم يقوم بتعيينه رئيسا للجهاز المركزي، هو وانما قائم بالاعمال. لان يجب ان يعرض اسم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس النواب القادم ليتم الموافقه عليه. احنا هنا في الجهاز المركزي للمحاسبات بنطلب من السلطه، واحنا بنناشد النهارده الرئيس السيسي ان يترفق بمن ياتي من الخارج احتراما لهذه القامات، وان يكون للجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقانون او مشروع قانون
الذي يتم وضعه الآن أن يكون عضو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من داخل مطبخ الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن خلال جمع زي المجلس الأعلى للقضاء، زي القضاة، زي غيرهم، لأن احنا قلنا عليهم قضاة المال. وبالتالي تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا المطبخ. والكفاءات مليانه، يعني الكفاءات بالظبط زي ما احنا القيادات جوه الجهاز مليئه. عندنا اكثر من 70 وكيل اول وزاره مش موجودين على مستوى مصر بالكامل. عندنا اكثر من 150 وكيل وزاره. يعني احنا بنتكلم النهارده على منظومه عمل متكامله، احنا النهارده بنضعفها باننا بنقلل من قيمتها امام الغير. تمام. لما بنيجي نقول ان هناك جمعيه عموميه تنعقد في الجهاز المركزي للمحاسبات لاختيار 3 شخصيات تتولى العمل في الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال الأكفأ والأقدر والأقدم، وجميع نحط لها مجموعة الداتا التي تتوافق مع القائد والإداري والأسلوب الأمثل للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات، ونعطي رئيس السلطة التنفيذية حقه، ونعطي مجلس النواب حقه، بأن احنا بنطرح هذه ال3 أسماء لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب للاختيار الأكفأ فيها. هنا بنقول أن العمل بالجهاز المركزي للمحاسبات يدار من خلال الجمعيه العموميه، وهي التي تستطيع، عشان نرد على الغير، هي التي تستطيع ان تسائل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وان تحاسبه في خلال فتره عمله اللي احنا بنقول عليها فتره او فترتين فقط بحد اقصى. وبالتالي العمل في الجهاز المركزي هيصير على احسن منوال اذا كنا جادين يعني جديه كامله في مكافحه الفساد. حضرتك يا استاذ عاصم، يعني هنا في نهايه كلامك بتقول انه المستشار هشام جنينه المنصب ده كان منصب يعني ما ينفعلوش اداريا وفنيا، كان الافضل انه يبقى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من داخل ابناء لسبب رئيسي المركزي، وان المستشار هشام جنينه لم يكن كفءا. لا، مش لم يكن كفءا، هو لم يكن بالحنكه واللباقة واللياقة التي يجب أن يتسم بها العضو الرقابي. وبالتالي لما خرج في تصريحاته، يعني أنا قلت لك على فكرة، أنا كرئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، الشفافية تعني الإفصاح، بمعنى إحاطة الرأي العام بالمعلومات المتاحة كلها، بالمعلومات المتاحة ومش بالمعلومات المتاحة، بما يتاح إلينا من مشاكل الفساد، لأن زي ما قلت لحضرتك إن الرأي العام هو خير رادع للفساد. بالظبط. وبالتالي أنا كنت مع المستشار هشام جنينة إنه يعرض وجهات النظر بتاعته على الرأي العام بشكل قانوني. أنا معلش أنا عاوز أقول حاجة، عرضها بشكل غير قانوني. بس أنا عايزة قبل ما حضرتك بس تنقلي الكلمة هنعقب بس إن هو عرض المشاكل بشكل غير قانوني. بعرض المشاكل بشكل غير، ولا يتفق مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي ينص على استسمحك بس ست المستشار، الذي ينص صراحة وعلى سبيل الحصر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تعرض على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. أثناء ما عرضها في مؤتمراته الصحفية ذكر أن الموقف يستدعي عرضها على الرأي العام، لأنه لا يوجد مجلس للنواب أو مجلس الشعب، وبالتالي عرضها في مؤتمر على الشعب يعني أن يعرضها بدلا من مجلس النواب، ونسى أن الدستور والقانون يتيح لرئيس الجمهورية أن يمثل مجلس النواب في مقام. هرجع لحضرتك يا أستاذ يعني طارق. بس سريع بس تعقيب عشان النقطة بس سريعا جدا. لا سريعا. هو رأي عاصم بيه إن رأيه الفني في أداء هشام جنينة، أما رأي القانوني عما ارتكبه هشام جنينة ده إحنا اللي اشتغلنا فيه. هو رأيه الفني إن هو أداؤه ضعيف، وهو أيضا قال قانونا أو قانونيا هو خرج عن القانون بتصريحاته دي بدون أن تستند إلى مستندات أو تقارير. طيب أنا عايزة أروح لأستاذ حاتم وأستاذ محمد، وأنتم تشكلون جبهة للدفاع عن المستشار هشام جنينة. لماذا تدافعون عن المستشار جنينة وهناك تهم تصل أحيانا إلى حد الخيانة العظمى؟ هل من وجهة نظر حضراتكم دي تهم كيدية؟ ما هي الحقيقة من وجهة نظر حضراتكم؟ أستاذ محمد. ماشي، أنا كنت أستأذن حضرتك بس في إنه لما نتكلم حديث بشأن إنسان أيا كان هذا الإنسان، فنحن لا نملك الحكم على عقيدته أو فكره أو انتمائه. ماشي، هكذا الأوامر على عوائلها، وده مسألة مخالفة للقانون وللأعراف وللإنسانية. ولما اتكلم على واحد زي المستشار هشام جنينه مش أن اتهامه بانتمائه لجماعه الاخوان قصدك؟ انا ما اقدرش اقول أي انه منتمي بقى لجماعه الاخوان المسلمين، احنا مش جهه انه يتلقى اوامر من قيادتها وانه بيعمل لحسابها وحديث من هذا القبيل. دي اتهامات مرسله لا ترتقي الى مرتبه الدليل، انها تبقى اللبانه اللي ماشيه النهارده في مجتمعنا.
ان انا كل ما ازعل من واحد اتهمه بانه عضو جماعه ارهابيه هي جماعه الاخوان المسلمين التي تسعى الى والى 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 والى. ده كلام عيب. ليه؟ لانه انا محامي، والقانون علمني انه علشان اسند لانسان اي انسان اتهام في ركنين اساسيين للاتهام، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي ان يكون قد اتى افعالا من شانها، ماشي، ان انا اقول ان هذه الافعال تندرج تحت الماده كذا من قانون العقوبات، باعتبار ان قانون قد وصف مسائل بعينها اعتبرها جرائم. اما غير ما وصف في القانون باعتباره جرائم فده المباح. ماشي. نمره 2 المساله المعنويه، والمساله المعنويه ان يكون قد قصدا احداث الاثر الذي ترتب على هذا الفعل المادي اللي ارتكبه. لكن ان انا بقى كل ما اختلف مع واحد اقول عليه اخوان مسلمين ولا شيوعي ولا مش عارف ايه، يعني الاطروحات اللي بتنطلق مع كل زمن. هل المستشار هشام جنينة تحدى احدهم، يعني تحدى البعض ودخل عش الدبابير مثلا؟ انا لسه هكمل في الجزئيه دي، وعشان كده انا كان يهمني اطهر المساله اولا من هذا الحديث الذي يلقى على عواهنه بدون سند او دليل. وعيب لما اقول كده على مستشار جليل بمكانه المستشار هشام جنينة بانني اصفه بما ليس فيه، واتخذ من ذلك تكئه لبناء ما تلك كلام كله من هذا القبيل. اما الاستاذ عاصم فانا بتفق معاه تماما في الكلام اللي بيقوله، في انه في مثل عندنا بيقول اهل مكه اضرب شعبها. ولما يبقى في حد من الجهاز المركزي للمحاسبات قادر على اداره الجهاز بالشكل الذي يحقق من خلاله الجهاز الغرض اللي انشئ من اجله، انا معاه، مفيش حاجه. مفيش شرط ان انا اجيب له حد من خارج الجهاز عشان هو اللي يدير الجهاز. لكن يمكن ما دام في كفاءات داخل الجهاز تستطيع ان تدير الجهاز وتستطيع ان تؤدي الغرض الذي انشئ من اجله الجهاز، ماشي، فده انا مع حضرته فيه. حتى لو كان المستشار هشام جنينة ما زال موجود كان ده هيبقى راي حضرتك؟ حتى ايا كان القائم. لان انا في النهايه يهمني تحقيق الهدف من انشاء هذا الجهاز. على فكره احنا في مصر مرينا بمراحل في منتهى الصعوبه في الفترات التاريخيه الماضيه. هي انت حضرتك لو متذكره المثل الامريكي اللي اتعمل مع الاتحاد السوفيتي كيف تسقط روسيا، فكانوا الامريكان بيقولوا مثل بسيط خالص بان احنا نصحناهم بان يضعوا الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. في المكان المناسب. فكانت المساله انها تجري على هذا الشكل، ودي حصلت عندنا في مصر في بعض الاوقات. ولكن لما اجي اتكلم عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار هشام جنينة انا بتكلم في مسائل محدده. ما قيل في شان المستشار هشام جنينة انه اطلق تصريحا قال فيه ان اجمالي قيمه الفساد في مصر تخطت 600 مليار. وانا ممكن ارد على ده ببساطه بالاتي. نمره 1 انه في تقرير قدم من هيئه الرقابه الاداريه، ولما التقرير اتقدم من هيئه الرقابه الاداريه اتقال فيه انه التجاوزات الماليه وحدها في بند واحد بس، الاراضي، تخطت ال 440 مليار. وده تقرير اللي قالته هيئه الرقابه الاداريه. فانا ده امتى ده؟ الكلام ده يوم 9/9/2015. 9/9/2015. ايوه. لما الكلام ده يتقال ماشي من هيئه الرقابه الاداريه، ماشي، والرقابه الاداريه بتحدد ان الكلام ده فيما يتعلق بالاراضي الصحراويه المنهوبه، ماشي، قيمتها 440 مليار. يبقى لما يجي المستشار هشام جنينة اشوف كده، اشوف اطلع عليه بس ابص عليه. ماشي، هدولك الاخر اما نخلص. يعني ابص عليه بس. لا والنبي اما نخلص. في ورق يعني اما نخلص انا اما نخلص. استنى بس قبل ما تقطعنيش يا بيه والنبي اما نخلص اديك بس لغايه يا عم، بس ان الرقابه الاداريه اللي كان رئيس هيئه الرقابه الاداريه في اللجنه اللي شكلها رئيس الجمهوريه انا على فكره قال هذا الكلام. على فكره يا استاذ انا بشتغل محامي وعلموني في اداب المهنه يا سيدي. ان لما يكون واحد بيتكلم اسمعه. لا انت مش ملتزم باداب المهنه. انا بشكك في هذا
طيب. المستند اللي في ممكن ايدك. خلاص هديهولك. انا بقول لحضرتك ممكن نشوف طلعي على ممكن الشاشة. حضرتك اللجنه قالت التقرير ده على فكرة اللي ده بالتصريحات ده دي غير منشور في سليمة. الجرايد كمان. ده مش مستند، ده خبر منشور في في الجرايد. جريدة الوطن. ما أنت قلت حضرتك الرئاسة تقرير. تتسلم أنت تقريرا حضرتك بأراضي قلت تقرير. الصحراوي المنهوبة ب فين 440 مليار جنيه. أستاذ، هي طب بتقول خليني إن- اقول اسمع يمكن لا، لما لا، تسمع اسمع، تستفيد يا اخي. بعد اذن حضرتك يا استاذ أنت ما طارق، تصدقش استاذ الواقع. طارق بعد انا اذن مش جاي حضرتك اتشاكل مع يا حضرتك استاذ طارق، لانه ما بعد اذن ينفعش. حضرتك يا استاذ ما طارق. ينفعش انا لما إيه؟ سمعت كلام عاقل قلت ما انا ينفعش معاه. ايه؟ استاذ ما طارق ينفعش. بعد ما اذن ينفعش حضرتك دعني تتعامل ادير بالشكل الحوار. ده. بعد اتفضل، اذن اتفضل. حضرتك، بعد اذن حضرتك لو سمحت. ده تقرير صحفي. الورقة بتقول إيه؟ العنوان: الرئاسه تتسلم تقريرا باراضي الصحراوي المنهوبه ب 440 مليار جنيه. تسلمت رئاسه الجمهوريه ومجلس الوزراء تقريرا من هيئه الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات امس، تتضمن حصرا للتعديات على اراض ملك للدوله ومخالفات تخصيص الاراضي في كل المحافظات، بينها محافظات طرق القاهره الاسكندريه والقاهره الاسماعيليه والقاهره السويس والواحات، اضافه الى اراضي الحزام الاخضر في مدينه 6 اكتوبر. وقالت مصادر رقابيه للوطن ان التقرير جرى اعداده بناء على طلب الرئاسه، واوضحت ان القيمه الاجماليه للمخالفات والتعديات المحصوره بلغت 440 مليار جنيه، وتضمنت الاراضي التي تحولت الى قصور وفيلات بعدما كانت مخصصه للمزارعين وشباب الخريجين، اضافه الى اراضي طرح النهر. هل ده دي شمل، نوع. استسمحك بس ننقل في دي على البداية، جنب. هل ده طيب. شمل خلي دي على فساد؟ جنب. هل ده مش شمل فساد. فترة خلي دي زمنية؟ على حتى جنب. لو افترضنا أن خلي دي هذا- على جنب. لو ده افترضنا مش ان فساد. الجزئية ده الثانية اسمه تعدي أن على ما الوسيلة ردده- على ملاك الدولة. تمام الاجراءات احنا بناخدها في أستاذ. حالات التعدي والاستيلاء. تمام ده مش ما اسموش فساد. لا، هعرفك اللي هو الجرائم أطلق إيه بيه دلوقتي. تصريحات. تمام. طيب اتفضل. استاذ محمد، هعرفك الجرايم ايه دلوقتي. جرائم ايه؟ هعرفك الجرايم. اتفضل إيه يا استاذ محمد، اتفضل. بس تسمعي لي بس. اتفضل أنا ما بعرفش حضرتك أتكلم كده. ليك الفرصه الجزئية الثانية تتكلم. اتفضل. ماشي، انه في حديث دار حوالين كيف يقوم المستشار هشام جنينة باعلان هذا الحديث على الملأ وعلى الرأي العام وعلى الجمهور، وان ده يبقى مخالفة منه للتشهير بالبلد علشان البلد داخله على 25 يناير واثارة الناس علشان يقوموا بثورة والبتاع والكلام. طب هو هشام جنينة يملك يعمل ده الا اذا كان له هناك سند من القانون يبيح له ان يدلي باحاديث وتصريحات احاديث على الراي العام علشان الراي العام يعلم بما يجري. انا اقول لحضرتك ببساطه خالص، لو علم من يقول هذا الحديث ان الماده 217 من دستور مصر بتقول ماشي، وعلى مجلس النواب ان ينظر التقارير ويتخذ الاجراء المناسب حيالها في مده لا تجاوز 4 اشهر من تاريخ ورودها اليه، وتنشر هذه التقارير على الراي العام. ما حددش مين اللي ينشر التقارير على الراي العام. يبقى لما معالي المستشار هشام جنينة ينشر التقارير على الراي العام، الجزئية دي؟ ده التعديل اللي نعم. بعد تسمح الدستور. لي أقول ده لك؟ تشهير يا بيه. لا استنى بس معلش. ده تشهير. أما يقول هذه تصريحات الجزئية بدون تتعلق، مستندات أنا معاك وتعريف. تماما إنها موجودة في دستور 2014 والله والنبي يا استاذ انت اسمعني، اما نيجي نقول استاذ سنة انا عايزك واحدة- تبقى تترافع كده في اسمعني بقى. المحكمه اسمعني مش هنا. اما نيجي نقول 600 مليار في سنه بدون تقارير ومستندات، انت كده بتشوه سمعه البلد وبتشهر بالبلد. تمام. انت بتثير الراي طيب. العام، انت بتنشر اخبار كاذبه. مش انت بتقول لي ركن مادي ومعنوي؟ ده متهم. لما تخلص بنشر- قول لي. ما انا هقول لك اما اخلص. تسمح لي أرد على لحظة عاصم بيه، متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تجدير الأمن والسلم الاجتماعيين. في القانون ده المادة دي ومين اللي أكد لحضرتك إن ده أخبار كاذبة؟ أنا حضرتك أنت؟ استاذ أنت انا ليه عايزه بقى؟ اسمع استاذ حاتم بقى بعد لا، اذن حضرتك. استنى. تمام. استاذ حاتم اتفضل. أستاذة إنجي يا تسمح لي بيه أرد. في راي حضرتك يا فيها انها بيه كاذبه. قدمش انت مستندات. شغال في رئاسه الجمهوريه في يا مجلس بيه النواب؟ قدم إيه؟ اطلعت على المستندات؟ ما هو رئيس الجمهورية تشكل لجنة ليه يا بيه؟ شكل لجنه رئيس إيه؟ الجمهورية أما صعق من انت هذا الوطن حضرتك زي عرفت الشعب منين؟ المصري. انت حضرتك عرفت منين؟ عرفت منين إيه؟ انت عرفت منين ان تقاريره دي كذاب؟ لا وتقارير لان دي هو ما صحيح؟ استندش التقرير ولا مستندات. انت ايه اللي عرفك؟ يا بيه انت مفيش دايما تقرير بتطلق ومستندات. اتهام يا على بيه كان كواهله. هنا ده بيحاول يا إن هو أستاذ، يشغل الدولة المصرية. انا كنت عايزك تبقى شاطر كده. وهو والنبي- عمل والنبي كده. تطلع تعمل لا، لا، شعارات لا، لا، بس. والشعارات. أستاذ. انت هو بتطلع تعمل شمس شعارات. هنا. انت قاعد إخوان تكتب بلاغات بس. بيطلق. عملت ايه؟ بص انت؟ أقول لك حاجة. انت رفعت انت- دعوه عليه آه. في محكمه غير مختصه. لا لم تراعي تطبق القانون.
وانت كنت موجود. انا كنت موجود وانا اتهمته ان هو بيتعامل مع جهات اجنبيه. بس سيبك من الصوت العالي ده بقى. ما انا ممكن اتهمك في اللي يعجبني دلوقتي. انت عرضت الدعوه اللي انت كتبتها ما يكتبهاش محامي. ما هو انت خد الكلام بس. سيبك من الكلام ده. انت رايح محكمه غير لا 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 كده مش هينفع. لا 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 يا استاذ طارق يا استاذ حاتم بعد اذن حضراتكم. انا عاوزك ما انت وقت ما اتكلمت ربع كلمه. استاذ طارق بعد اذن حضرتك بس انا عاوزه اسمع استاذ حاتم. استاذك وتتعلم. استاذ طارق ولا استاذ ولا تتعلم. استاذ طارق بعد اذن حضرتك لازم نراعي كل ضيوفنا الكرام. بعد اذن حضرتك دقيقه واحده بس. استاذ طارق بعد اذن حضرتك يا استاذ طارق بعد اذن حضرتك مش هينفع الحوار. مش هينفع ما نسمعش بعد كده مش هينفع. لو سمحتوا بعد اذن حضرتك. طيب انا استاذ محمد يتكلم. طيب استاذ طارق خليني اسمع هيئه الدفاع عن المستشار هشام جنينه وسؤال هكمل بس انا عاوز اسال حضراتكم عشان الكلام. استاذ طارق بعد اذن حضرتك هرجع لك يا استاذ طارق. استاذ يرد عليا بعد ما خلص. استاذ طارق هسمعهم وبعدين ارجع. لا مش هينفع كده. مش هينفع كده. بعد اذن حضراتكم. بعد اذن حضرتك استاذ حاتم. استاذ حاتم مش هتلتزم. خلاص يا استاذ طارق. استاذ حاتم لا بيصدق ايه يا عم. يا استاذ عيب. اكتب عندك معلق. انا هختم الحلقه بالطريقه دي. هختم الحلقه وما كملش الحوار بالطريقه دي بعد اذن حضراتكم. اتفضل. والله يا اما نتحاور بطريقه سليمه او ما خلاص ما نكملش الحوار. لا اختيار حضراتكم قرروا. بعد اذن حضرتك. طيب انا هستأذن. طيب إذا تحدث واحد الباقي يصمت أنا ويعطل. سؤالي لحضراتكم دلوقتي قرار إعفاء المستشار هشام جنينة هل شايفينه قرار دستوري ولا لا؟ سيبي بس بعد اذن حضرتك. أيوه ولا لا؟ الاستاذ محمد وبعد اذن حضرتك. أستاذ حاتم قول لي أيوه ولا لا؟ لا غير دستوري طبعا. طيب. اولا بدايه بس عشان نبقى يعني لغه الحوار مع اساتذتنا ومع الناس المحترمه موجود يبقى لغه الحوار بيننا فيها حضرتك ممكن تدون يا استاذ طارق وترد عليا. بفتكر حضرتك خد ورقه. بفتكر لو عايز طب ورقه. خلاص طيب هنسمعهم خلينا نقول كاملا وبعدين نقول لحضرتك. بدايه الحمله الشنعاء والمشوهه على المستشار هشام جنينه. المستشار هشام جنينه فتح عش الدبيبير على نفسه. في فساد؟ في فساد. في تقارير طلعت اختزلوا الامر في تصريح غير صحيح بالمره على لسان المستشار هشام جنينه ان حجم الفساد من احد المواقع. هو ولا الرقم مش صحيح؟ لا هو قال الرقم. لكن فين بقى الفساد ده؟ خلال الاربع اعوام اختزلوا موقع معين اعتقد يعني انا مش عايز اقول اسمه. لجنه الرئاسه قالت القرار ده او الكلام ده مش صحيح. والمستشار هشام جنينه نفى انه صدر عن لسانه 1935 انه صدر عن لسانه ان حجم الفساد الحجم الفساد يا فندم في 2015 600 مليار. ده غير صحيح. رجع حضرتك لموقع الوزير يوسف اللي خد التصريح من لسانه قال ان انا عندي من 2012 ل 2015 حجم الفساد يتعدى ال 600 مليار. طيب هل المستشار هشام جنينه قرار عزله دستوري ولا لا؟ يعني ده النقطة اللي احنا جايين نتكلم فيها. بالظبط. مرحلة التشويه اللي عدت على المستشار هشام جنينه وصفه بانه اخوان والتنظيم الدولي للاخوان، احنا كنا كل يوم بنروح محكمة غير مختصة لنظر طعون او رفع دعاوي ضد المستشار هشام جنينه، ومنع المستشار هشام جنينه من الرد واحترام قرار النائب العام. استاذ طارق هو اللي كان بيرفع هذه الدعاوى كتير. لا مش استاذ طارق بس، استاذ طارق احنا تقابلنا مرة واحدة في اسكندرية والقضية الحمد لله النهارده يعني حتى المحكمة قالت ان غير مختص وقلنا له كده من بدري بس هو ما صدقش. قضائي ده تروح يا باشا. ما خلاص هو كده اتعزل. انت خلاص بقى عشان بس انت انا عايز حضرتك تهدى بس يا استاذ طارق. طب هو بعد عزله خلينا نقول بقى هل هيواجه انا بقول ويتم محاكمته؟ ما حدش له ولايه عليه. انت يا فندم لما يبعت المستشار هشام جنينه طلب لمجلس النواب بيقول له انا على استعداد، دي تقاريري اهي من 15 يوم، يبعت لهم يقول لهم انا على استعداد ان انا اجي مجلس الشعب واتناقش في التقارير دي واكشف حجم الفساد ده. هل الكلام ده في خلاف على انه طب ما تناقش ليه مع الرئاسه في الوقت اول؟ هو بعت تقرير الرئاسه واللجنه اللي اتشكلت ردت. طب واللجنه اللي اتشكلت ردت، انا عايز افهم بس هو دور المستشار هشام جنينه ايه في الجهاز؟ رئيس يتولى اعلى منصب، دوره ايه داخل اختصاصه وجهه للجهاز؟ هو اللي بينزل يراقب ولا معاه لجان بتراقب على الوزارات
وبيتم تصعيد. تطالب بالرد ولا لا حضرتك هتكمل؟ ده سؤال انا هكمل وحضرتك ترد عليه. بتصعد له اللجان ديت، بتقول له والله احنا لقينا فساد في الناحيه الفلانيه كذا، ولقينا فساد في الناحيه الفلانيه كذا، والتقارير ديت بيرفعها بدوره. هل بقى دوره يطلع التقرير ولا طبعاً يحكم دوره. الاول على التقرير؟ لا طبعا دوره. مش دوره الاول يحكم على التقرير؟ ما هو بيحكم على التقرير بناء على الاجهزه اللي موجوده معاه اللي بتساعده واللي بتسانده. طب دوره انه يطلع التقرير ده الراي العام. طبعا الدستور قال كده. 14 اداره بتراجع 14 اداره بترفع له تقرير. الدستور قال كده، ده مش دستورنا اللي احنا استفتينا عليه. اهو الماده 217 بتقول ايه؟ بتقول انه على مجلس النواب ان ينظرها ويتخذ الاجراءات المناسب حيالها في مده لا تتجاوز 4 شهور. المستشار هشام جنينه اهو تصريح عن لسانه، جنينه لمجلس النواب: الجهاز المركزي مستعد تقارير الفساد. هو مستعد انه يروح النواب لان ما كانش في مجلس نواب ويقدم لهم تقرير الفساد. اما المستشار هشام جنينه حصل له ايه؟ المستشار هشام جنينه فتح عش الدبابير على نفسه. دولة الفساد اقوى، دولة الفساد في مصر اقوى. مين في مصر يقدر ينكر ان في فساد؟ مين في مصر يقدر ينكر ان في فساد؟ في فساد ولا ما فيش فساد؟ احنا هنحارب الفساد ونقوم بدولة القانون والقانون يرسي قواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولا هنفضل نصدر شعارات للناس وكل ما واحد يجي يتكلم على الفساد لا ده انت اخواني، لا ده انت تبع التنظيم الدولي للاخوان، لا ده انت واخد قرارات خارجية، لا ايه ده؟ هو كده احنا هنبني دولة؟ واحنا هنضحك على بعض؟ هو ارساء القانون مش اللي بينجح الدول؟ ولا في دولة من غير قانون؟ طيب استاذ طارق، وفقا لكلام هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة أنه كان بذلك يرسي القانون وأنه لم يخالف قواعد القانون والدستور. لا هو خالف قواعد القانون. أما أطلق تصريحات، وأنا منضم طبعا لعاصم بيه في اللي قاله، يعني هو قال من الناحية الفنية يعني. أما من الناحية القانونية، أما يقول تصريحات بدون مستندات وتقارير في اللجنة أو اللجان اللي هو شكلها، يقول تحديدا إن في سنة واحدة في 600 مليار، ده يبقى بيهدف لنشر اخبار كاذبه زي ما انا قلت لحضرتك، هدفها تجدير الامن والسلم الاجتماعيين، ودي التهمه اللي متهم بيها قدام نيابه امن الدوله دلوقتي، هو بيحاكم على هذا، وده الاتهام اللي بناء عليه يعني هو هيحاكم ولا لا هو بعد مش اذن هيحاكم؟ ممكن مداخله من النيابه العامه من تامر بيه فرجاني. هل المستشار هشام جنينه لم يتم استدعائه ولم يطلب ومفيش تحقيقات ولم يسأل بنيابه امن الدوله ولم يسأل لحد الان؟ ما كانش فيه امبارح ما تحقيقات، كانش فيه الكلام ده خالص نهائيا نهائيا. لكن محاولة الرأي العام ان المستشار هشام جنينة اتحول لتحقيقات من النيابه العامه ملهاش ولايه عليه. واحنا بنعتب انه ازاي امن الدوله تصدر بيان بشأن تحقيقات سوف يا اما نيابه امن الدوله ترد على المواقع الاخباريه الكاذبه اللي هدفها تشويه المستشار هشام جنينه قبل اجراء التحقيقات وسماع تشويه ايه يا استاذ حاتم؟ حضراتكم مفهمين وعارفين ان احنا مش مهمتنا ان احنا نعتب على بنتكلم دلوقتي في القرار اتفضل يا الصادر استاذ من رئيس طارق. الجمهوريه امبارح باعفائه من منصبه. ده دستوري وقانوني. الماده 216 اللي قبل الماده 217 الاستاذ حاتم كان بيقراها اتاحت لرئيس الجمهوريه ان هو يعزل رؤساء الاجهزه الرقابيه في مصر على حسب القانون المنظم. طب فين في قانون شوف 200 وكام يا استاذ 16 في قانون 89 لسنه 2015 هو بينظم عمل ممكن حضرتك بس تراجع نص الماده الاجهزه الماده 216. طب خدها اقرا على ذلك بتقول ايه؟ يصدر تشكيل اسمعني. كل هيئه مستقله ما انا بقول او جهاز رقابي قانوني يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحمايه اللازمه لاعضائها وسائر اوضاعهم الوظيفيه بكل ما يكفل لهم الحياد والاستقلال. تمام. يعين رئيس الجمهوريه رؤساء تلك الهيئات والاجهزه الرقابيه بعد موافقه مجلس النواب باغلبيه اعضاء لمده 4 سنوات قابله للتجديد لمره واحده ولا يعفى اي منهم من مناصبه. فين حضرتك؟ الا بقانون بقى منظم اللي هو 89 يا ريس قانون بعدم الدستوريه عليه يا استاذنا. ما فيش القانون 89 لسنه 2015 احنا هنخترع قوانين يا بيه يا ريس اللي هو اصدره رئيس الجمهوريه. ده بيحدد مجالات. استنى بس انا بكلم حضرتك على الماده 216 ما فيهاش اللي حضرتك يا بيه ده بيحدد اليات عمل ما فيهوش عزل يا استاذنا. يا استاذنا ما فيهوش عزل. القانون 89 2015 حدد الحالات حصرا اللي بينص عليها القانون
اللي بتبيح يا استاذ حاتم يا طارق بيه بعد اذن عليك استناني. طب انت استاذي اطعنوا عليه الخاص انتوا علمتونا ايه؟ الخاص يقيد العام؟ مش انتوا. هل الخاص يقيد العام ولا لا؟ يا بيه انت استاذ الخاص يقيد العام يا استاذ. يا بيه اسمعني بس عشان دي اتكلمنا فيها كتير قبل كده يا استاذي. انت استاذنا رد عليا فيها بس 89 رد عليا فيها. خلينا انا مخطئ قدام الراي العام، خلينا انا جاهل وانت استاذي وبتعرفني. هل الخاص يقيد العام ولا لا؟ اسمعني. طب ما انا بسالك سؤال. طب رد عليا في السؤال ده. افهمك. ما انا فاهم والله. انا فاهم. حاضر 89 2015 ده حدد حصرا الحالات اللي بتبيح لرئيس الجمهوريه اللي هي اعفاء اعضاء ورؤساء الاجهزه الرقابيه. وقال حالات ان هم اذا حال فقدهم شرطه ده القانون 89 لسنه 2015 ده هو رئيس الجمهوريه سند عليه. ده سند عليه. عشان كده لما بقول ان قرار يعني من عزل هشام جنينه طبقا لهذه الماده طبعا على هذا القانون. استاذن حضرتك بقى انا ارد بعد اذن حضرتك واوضح نقطه لطارق بيه. مهدد ومضر بالمصالح. استاذن طارق بيه بقى استاذي بقى. اسمع انا اتعلمت من اساتذتي ايه بقى؟ يعني انا اتعلمت من اساتذتي اللي زي الاستاذ محمد رفعت واللي زي الاستاذ طارق ايه؟ واتعلمت في كليه الحقوق ايه؟ ان الخاص بيقيد العام. يعني ايه الخاص بيقيد العام؟ بس عشان الناس تفهم يا استاذ حاتم بس اللي بقى كده. ما انا هقول لحضرتك الخاص يعني ايه؟ يعني في لائحه استاذ محمد فاهم الناس. في لائحه جوه الجهاز. ايوه لا بس ما تقاطعش انت وتغرب. اتفضل يا استاذ حاتم. في لائحه جوه الجهاز. اللائحه ديت خاص. العام اللي هو مرسوم بالقانون اللي طارق بيه بيتكلم عليه. طب الخاص قال ايه بقى؟ قال لك ماده 20 من قانون الجهاز بتقول ايه؟ يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات قابله للتجديد ويعملوا من حيث المعاش وفقا لهذه المعامله. النقطه الثانيه بقى ولا يجوز اعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهوريه. الاستقاله ده الاستقاله. طيب الماده 20 من قانون الجهاز ده بتقيد القانون اللي صدر 89 ولا ما بتقيدوش؟ لا اساتذتي والقانون واللي اتعلمناه في كليه الحقوق بتقول انه يقيده. طيب الماده 20 بتقيده. القانون 89 لسنه 2015 دقيقه واحده بس. القانون 89 لسنه 2015 الخاص بعزل رؤساء الجهات السياديه في حاله الاضرار بالامن القومي. استاذن حضرتك. هشام جنينه مضر بالامن القومي ولا لا؟ حلو بقى. اللي يقول كده ايه يا استاذ؟ اللي يقول هشام جنينه ضر بالامن القومي. حاتم عبد العظيم اللي قاعد قدام حضرتك دلوقتي اللي يملك سلطه الاتهام والقاء الاتهام على الناس وانه عميل وانه حاتم اللي قاعد، ولا تحقيقات النيابه العامه والقضاء المصري الشامخ؟ النيابه العامه تحققت النيابه العامه. هسمع. هتنتهي؟ لا انا هستأذنك. يعني انت تعزلني قبل ما تحقق؟ لا في كلام بيتقال غلط. طيب انا هرجع لحضرتك يا استاذ محمد. في كلام بيتقال غلط. هرجع لاستاذ محمد. انت ما اديتنيش حق في الكلام. لا هدي كل حق. وإذا ما كانش كده بس سؤال واحد يا استاذ طارق. يا طارق والله انا بنصحكم بالتنحي عن وكالة. احنا شرف لينا ان احنا ندافع عن هشام جنينه. احنا ما بندافعش عن الفاسدين يا طارق ايه؟ احنا ما بندافعش عن الفاسدين. احنا شرف لينا ان احنا بندافع عن شرفاء الوطن. سؤال واحد بس عشان عاوزه ارجع لاستاذ محمد استوضح منه بعض النقاط. استاذ طارق حضرتك هنا في مساء القاهره من شهر تقريبا اتهمت المستشار هشام جنينه بانه يحصل على تعليمات من التنظيم الدولي للاخوان. تمام. وايضا كررت الكلام اكتر من مره وقعدت السؤال انا على حضرتك اكتر من مره وحضرتك متمسك بكده ومتمسك بانه حتى هذه اللحظه قام وزادت قناعاتي انه يتلقى تعليمات من التنظيم الدولي للاخوان وانه اداه منفذه لهذه التعليمات وانه يريد الشر لهذا البلد. ايه الادله اللي عند حضرتك؟ ان هو ما يطلق تصريحات بدون مستندات بهدف اشاعه الاضطرابات في البلد. هل عند حضرتك دليل ان هو بيتلقى تعليمات؟ تاريخه السابق ده كان عضو مؤسس لحركه استقلال. ده كان قاضي. ده كان قاضي. كان قاضي ايه؟ مع عمل حركه وسكرتير وكل اللي معاه ده كان وكيل نادي القضاء يا استاذ. منها يا استاذ يعني يا استاذنا خلينا نبني البلد بتؤكد انه اداه مش بيتلقى كمان منفذه. انا خايف بعد الحلقه دي تتقال عليا يا اخوانا انا كمان. طب انا عايزه اروح لاستاذ محمد. هروح لاستاذ محمد وهرجع لحضرتك. استاذ محمد اتفضل. انا بستاذن حضرتك بس. اتفضل يا استاذ محمد. انا اتعلمت بقى كمحامي ماشي انه الحديث القانوني هو خير حديث يمكن ان يحتكم اليه المختلفين. اكيد لانه القانون وضع نعود للقانون ماشي لرفع الخلاف بين الاطراف. نمره واحد
انه لا يوجد نص دستوري يبيح لرئيس الجمهوريه طيب. عزل رئيس بس الجهاز خليني اعيد الرقابي. على حضرتك سؤال سالته دلوقتي الاستاذ حاتم، هل هشام جنينه يهدد للامن العام من اجل هكمل ذلك تم لحضرتك. عزله؟ هقول الأمن لحضرتك القومي مش هقول الأمن لي ده لحضرتك في الاجابه. نمره واحد، انه لا يوجد نص دستوري يبيح عزل المستشار هشام جنينه، وبالتالي لا يملك رئيس الجمهوريه القول بانه استند للدستور في عزله. ماشي. اتنين، انه اذا قيل انه يستند للقانون 89 اللي بيقول انه من حقه عزل رؤساء الاجهزه الرقابيه، طب كان يبقى هذا القانون يتعارض مع نص الماده 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات اللي بتقول ان رئيس الجهاز غير قابل للعزل. وبالتالي عاده لما بيصدر قوانين عندنا يجي المشرع يعمل ايه في ختام القانون ويلغى كل نص. بس رئيس الجمهوريه طلع قرار بقانون ما انا هقول اهو انه يجوز عزلهم لو اضروا بالامن القرار القومي. بقانون اهو. ماشي. عادة لما يصدر ده ووافق عليه مجلس النواب ضمن يقول- لا 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 القوانين لا، لا يقول- مناقش حتى الان. لا لحد دلوقتي حتى لو وافق عليه، بس هو وافقوا عليها، لا اتوافق عليه ضمن القوانين اللي تم حتى مراجعتها. حتى لو وافق عليه، حتى لو وافق عليه. عادة لما يبقى في قانون مطلوب إعماله دون سواه يتقال إيه؟ ويلغى كل نص ورد في قانون أو لائحة يخالف هذا القانون. وبالتالي القانون اللي صدر ده لا فيه نص ولا فيه حاجة تقول أن يلغى ما يخالفه، وبالتالي ما يخالفه يظل قائما. طب إيه اللي يخالفه؟ ما يخالفه هو المادة 20 اللي بتقول أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ماشي غير قابل للعزل. طب بالتالي لما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعزله يبقى صدر القرار بالمخالفة للدستور وبالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وللقانون اللي هو أصدره. نمرة 2، الجزئية اللي معاليك بتسألي فيها اللي هي متعلقة بأنه إذا قامت دلائل جدية على أنه قد ارتكب ما يمس بأمن الوطن وسلامته أو فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجب وظيفته أو الكلام ده بيثبت إزاي؟ مش إن أنا أدعي أو أقول، لا، لابد أن يجرى تحقيق يثبت منه أنه قد صحت نسبة هذه الاتهامات إليه. بمعنى أنه لو وقعت جريمة أنا مثلا إن سرقت مش ممكن أروح أتهم الأستاذ أيا كان بأنه هو اللي سرقني، لكن يجب أن يوجد الدليل على إسناد الفعل إليه. ماشي. وبالتالي هل ارتكب هشام جنينة ماشي في أحد هذه الأفعال التي وردت في القانون 89 لم يحقق معاه من الأصل عشان يقال أنه ارتكب أحد هذه الأفعال. فإذا لم يكن قد حقق معه ماشي فيبقى القرار باطل بطلانا مطلقا، لأنك لا تستطيع بس كرئيس حضرتك جمهورية وعارف أو رئيس وزراء رئيس الجمهوريه أو طلع قرار بقانون والبرلمان وافق ماشي. عليه. انا ما قلتش انا حضرتك ماشي مع عارف، القانون اهو. انا ماشي مع القانون. مثلا بيقول في القانون عندنا ان الموظف العام اي موظف عام يفصل من عمله اذا ارتكب جريمه مخله بالشرف. ماشي. طيب كيف اثبت ان هذا الموظف العام ارتكب جريمه مخله بالشرف؟ انه يبقى في حاجتين، ان يكون قد تم التحقيق معه وثبت انه قد طب ارتكب والبلاغات هذه اللي الجريمه. الاستاذ طارق محمود اعمال البلاغات دي مالهاش قيمه. بخيانات اللي قدم عظمى يقول فيها اللي يعجبه كله. ليه يا استاذ ما محمد؟ لسه ما اتحققتش يا ريس، هو مش بيتلقى بنتكلم تعليمات عليه. من تنظيم دولي البلاغات دي لا لسه يا هل ريس. ثبت صحة أي من هذه البلاغات؟ احنا ما اتبعتلناش لحاجه هل لحد دلوقتي. تصريحاته ولا كانت طلبنا تضر فعلا السمة بالامن التحقيقي. هي القومي؟ ولا كلام ولا ولم الكلام يمس ده كله. المستشار نمرة هشام 2 حتى أنه الآن مكلف السمة بالتصريح للرأي العام، مكلف بإعلان ما يتوصل إليه للرأي العام طبقا للدستور زي ما قلت المادة التحقيقي. 217. ده مصر كلها وبالتالي معانا. كل الكلام مصر اللي كلها بيتقال معانا. ده الشرفاء كلام والمصريين ليست له أي قيمة، وكنت أتمنى أن يكون الحديث متفقا مع الدستور ومع القانون ومع قانون الجهاز المركزي حضرتك شايف للمحاسبات قرار عزله ومع مش حق رئيس دستوري؟ الجمهورية في العزل قرار ماشي عزله إذا إجراءات قام عزله. مقتضاه، لأنه مقتضاه هنا أن يكون قد ارتكب أحد الأفعال الأربعة الواردة في نص القانون نفسه اللي هو القانون طيب، ما 89. ورد في البيان انه الاقامه او تصريحاته اضرت بالامن القومي. ماشي. هو ده كلام يتقال. كيف أنه بيان يا توصلت أستاذ. إلى هذا؟ انه بيان يا ريس هفترض انه بيان هفترض انه تصريحات. ده النيابه اللي قالت ولم ينفيها. في بيان السؤال. دي تصريحات انه اضرب الامن هل القومي انت ولا بيان حققت صدر؟ معاه عشان تثبت ده؟ نعم. تصريحات ولم ماشي. ينفيها. معلش انا اسف،
انا لا، أنا مش فاهم. مستعد اصدر قرار احنا رفعنا بادانه قضيه، اي انسان رفعنا قضيه على دون سماع رفعناها يا اقواله ريس. وسماع رفعنا قضية. التحقيق معه ما احنا كنا ماشي، متأخرين وسماع قبل بقى. الشهود على عندنا نسبه شغل كتير. الواقع طيب، اليه أستاذ. وبالتالي طيب. اسناد طيب. الجرم طيب. اليه. طيب. يا بعتنا تكذيب. ماشي، ده قانون. صدقني بعتنا ماشي، تكذيب. مش الاستاذ وبناء قاعد عليه يقدم رفعنا بلاغات، طيب. ما يقدم للصوت. صدقني إيه اللي بعتنا حصل ما هو يعني؟ بلاغات بتحقق ماشي، ما يقدم واتهامات للصوت. ثابته يا استاذ محمد. والنبي يا انا أستاذ، مش والنبي فاضي يا عشان أستاذ. هكذا. بص يا استاذ، والنبي يا استاذ قدم بص يا للصوت استاذ انت لما أنا- يبقى بص- يثبت صحه البلاغ ابقى تعالى انا كلمني. مش فاضي اقدم بلاغات الا اما اشوف ان في تهديد أنت- لامن هذا الوطن. تمام. وانا شايف ان هشام جنينه اكبر مهدد أنت شايف. للامن القومي أنت حضرتك لهذا اللي الوطن. أنت اللي شايف. واغلبيه والله المصريين كده. استاذ والله محمد اللي كده- شايف يا كده طارق بيه. أخيرة من حضرتك يا يا أستاذ طارق عاصم. بيه، اللي القاعده شايف القانونيه اسمحوا لي يا بتقول ان أستاذ- يا المتهم أستاذ- بريء حتى تثبت ادانته اسمحوا لي يا بمحاكمه أستاذ. عادله. حضرتك وجهت في اتهام. تحقيق انا وجهت حلو. اتهام هو حلو. يطلع ما تقدرش عليا. ما تقدرش تحكم هل عليه. ثبت وتقول الاتهام؟ في تحقيق. هل كلام يحق حضرتك ليا صحيح؟ دلوقتي إن أنا أقدر بيحقق في هذا أتكلم ولا ما الاتهام. ينفعش؟ اتفضل يا طبعا ريس. طبعا هرجع احنا لحضرتك اتفضل يا يا ريس أستاذ طارق. والنبي. أنا اتفضل يا آسف. استاذ عاصم. اولا الناحيه القانونيه انا لا اتدخل فيه لان ده دور الناحيه الاساس. الفنيه. انا بتكلم دلوقتي على ما أدين به المستشار هشام جنينة من خلال تصريحاته وما صدر عن بيان لجنة تقصي الحقائق وبيان نيابة أمن الدولة العليا بالأمس. كلا الاتجاهين تصحيح بس يا ريس، لم ارتكل. يصدر سمة بيان عن نيابه امن الدوله. نعم، ما صدرش بيانات عنه. لا صدر بيان. صدر بيان. امال ايه البيان صدر اللي صدر البيان اللي- الواقع لا دي. في صدر. بيان نشرته صدر بيان المواقع هجيب لك صورة. الاخباريه واحنا صدر. نشرناه امبارح. صدر. عن تداولت نيابة أمن الدولة العليا. المواقع الاخباريه بيان صحيح ولا خاطئ ده حاجه تانية. أنا بتكلم دلوقتي لا، دون لو سماعه. خطأ كانت لا، لا، النيابة صدر أعتقد بيان. إنه صدر خطأ. لا، هو بيان. صدر بيان. دون صدر سماعه بيان. او التحقيق بس معاه. صدر بيان. صدر ما انا عايزك استاذ ونشر على هنجيب الرأي البيان. العام وأرسل اليومين دول. للقضاء. هنجيب عشان البيان الراجل ما كمان. يضيعش منكم. لا ما تقلقش يا ريس، بقول لك لا، مصر كلها ولا والله ايه؟ احنا النيابة ونعمل والله نصيحه يا بيه. انا بنصح ونعمل نصيحه أستاذ إنجا، لما نحتاج اقعد عشان على حضرتك تاني الوقت. خلي تصحح. بالكوا على الراجل. ان شاء الله ما تقلقش. مصيبة ده. يعني الراجل عايز يسافر ما تقلقش. في قرار بمنعه من السفر. انا مقدم بلاغ بمنعه من السفر عشان ما يسافرش. صدر القرار ده امتى؟ لا، وصدر أنا القرار عشان مقدم خاطرك بلاغ يا استاذ حاتم او تحديدا يعني استند بمنعه القرار من السفر لبلاغك. عشان انا عندي معلومات انه عايز يسافر. عند حضرتك فهو عندي طبعا معلومات مؤكده انه عايز يسافر. انت ليك مصادر أستاذ سريه، انا يا عارف. سيدي انا بقول انا عارف يا ريس اللي لك. بيساعدوك كتير يا ريس. ما انت عارف انه عايز يسافر. يعني اتفضل يا أنا أستاذ من عاصم. مش عايز الناحية يسافر والله. خليه ده شريك من الرقابية شرفاء الوطن. طيب، اتفضل يا استاذ من عاصم. الناحية الرقابية والناحية الإدارية بالنسبة لعملي في الجهاز المركزي للمحاسبات والمركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أنا أجزم أن ما يحدث الآن من خلال تصريحات المستشار جنينة اللي أنا كنت يعني على اهو البيان موجود خلاف قدامنا على الشاشه. على خلاف معها خلال الفترة السابقة. لا ده لو نيابه امن الدوله كانت العليا لو قلبت البيان ده الدنيا كان يا مش أستاذ حاتم. مش صح او يعني تم تداوله مش صح. انا اعتبره صحيح. انا اعتبره صحيح. لكن هو- على هو- فكره هو أكيد هو الله قانونا تداول يعاقب التصريح. عليه من اصدره حتى فأنا ولو بس كان اسمحي لي يا أستاذ ماشي اسمحي لي رئيس يا نيابه امن الدوله. طيب من الناحية الرقابية أنا بتكلم على ما صدر من تصريحات المستشار الجنينة، وأنا كنت بدينها على طوال الثلاث سنوات السابقة تماما، فإنها تصريحات جوفاء ما لم تستند إلى دليل مادي ملموس وتقارير. تمام. أنا استندت لبعض ما ذكر المستشار هشام جنينة في هذا المضمار، وجبت مجموعة من القضايا التي رفعها المستشار هشام جنينة بناء على تصريحاته الذي أدلى بها في مؤتمراته الذي عقدها السنة الماضية، وبناء عليها تقدم بقضايا للقضاء الإداري. هو اللي رفع القضايا ولا مرفوع عليه؟ لا، اللي هو رافعها بناء على تصريحاته. يعني يعني رفع القضايا وفي نفس اليوم كان بيدلي بتصريحاته. تمام. حتى تكون هذه التصريحات من خلال وجهة نظره هو مؤيدة بقضايا تم رفعها. القضايا من الناحية الفنية أو الناحية الرقابية الحقيقة كانت قضايا جديرة بالاحترام، ولكنها فيها نسبة كبيرة من الشخصنة في تناول مجموعة من الأشخاص على سبيل الحصر. وهذا هو ما ذكره. أنا ما يعنيني من ذكر الأساتذة أنه هنا دخل عش الدبابير. ما كان يجب على المستشار هشام جنينة أن يتناول مثل هذه القضايا بهذه الشخصنة. هذه قضايا تتعلق بفساد. نعم. كان يجب أن تكون القضايا المتعلقة بالفساد تعني الإهدار للمال العام ولا دون يتم تشخيص او شخصنه. يعني أنا هذه هذا على القضايا. سبيل المثال إحدى القضايا تم يعني القضية دي فيها أكثر من 40 أو 50 شخص، نعم. وفوجئت إنه مرفوع الدعوة على شخص واحد فقط
ممثلا في وزير العدل الاسبق المستشار احمد الزند. لا، المستشار عادل عبد الحميد. فانا كنت كنت بقول ان يجب ان يترفع بصفته رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات عن دخول مثل هذه الشخصنه. اما القضايا فهو حر بشأنها. القضيه دي رئيس الاستاذ طارق، حضرتك يعني قدمت بلاغات عديده واتهمت المستشار هشام جنينه بالخيانه العظمى. بس يا استاذه هل هذا البلاغ تم التحقيق فيه؟ تم التحقيق فيه وتم الاستماع لاقوالك؟ تم التحقيق فيه وتم استماع لاقوالي، وهو في مجال انا ما كملتش يا استاذه انجي على فكره جزء. يعني ما هو احنا كلنا لازم يعني نسمع الاراء المختلفه. وعايزين نقول بس يا استاذ ان هشام جنينه بتصريحاته دي هدد الامن القومي المصري والامن الاقتصادي واضر البلاد ضرر شديد جدا. قدمت بلاغ اخر غايه في الاهميه، ان انا زي ما قلت لحضرتك عندي معلومات ان هو هيسافر بره بمنعه من السفر، ويجب صدور قرار بمنعه من السفر فورا. قرار عزله من رئيس الجمهوريه الصادر امس ده قرار دستوري وقانوني مستند على قانون وافق عليه مجلس الشعب. اذا كان سمت مطعن على هذا القانون او هذا القرار يلتجئوا للقضاء الاداري. في تكثيف اعتقد تحقيقات في النيابه العامه خلال الفتره القادمه تمهيدا لاحالته للمحاكمه الجنائيه. نعم. استاذه انت هو هذه الجزئيه مش هيسافر صدقني. انا اتكلمت على هيمثل امام قضاء المتعلق بتصريحات المستشار. مصير بلاغات حضرتك الشق الاخر المتعلق بخط سير الدوله تجاه المستشار هشام جنينه. اسمح لي اتكلم. مصير بلاغات حضرتك ايه ده اللي بتسال؟ ما خدش غرامه. ايوه ما انا بقول لك بيحقق لسه القضيه البلاغات دي وصلت، ما هي بيحقق فيها في النيابه، ثبت صحتها ثبت كذبها يا بيه تم حفظها. بناء على ايه يا استاذ؟ انا بسال بس. لا هو يسال بس هل ثبت صحتها؟ اما يجي هشام جنينه يعني ويواجه واما يصدر بيان من يبقى احنا امن الدوله كده بيؤكد ان تصريحاته غير منضبطه وان اللجان اللي شكلها. انت قريت البيان؟ طب يا استاذ انا بسالك على بلاغاتك. ما هو على بلاغي انا. يعني نيابه امن الدوله كاتبه ده على بلاغاتك انت؟ انا موافق. يا ريس مش نيابه امن الدوله، اجراءات نيابه طارق محمود. انا اعتقد ان اجراءات العزل التي تمت مع المستشار هشام جنينه ايوه لا انت اصبرت يا ريس. لا غير قانونيه. انت اللي هنا حضرتك يا ريس. قول ان حضرتك انا مضطر ان انا اختم لان احنا مش سامعين بعض. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. استاذ طارق محمود صاحب بلاغات تتهم هشام جنينه بالخيانه العظمى، والاستاذ عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وايضا رئيس المركز المصري للشفافيه ومكافحه الفساد، استاذ حاتم عبد العظيم عضو هيئه الدفاع عن هشام جنينه، واستاذ محمد رفعت عضو هيئه الدفاع عن المستشار هشام جنينه ورئيس حزب الوفاق القومي. مشاهدينا الكرام كانت دي حلقه النهارده من مساء القاهره. قبل ما نختم الحلقه هنشوف مجموعه من اللقاءات اللي اجراها زميلي محمد ابو شنب في مطار القاهره. الى هناك مساء الخير.